ألو، سينيور ألبرتو. سي صوفيا. سينيورا جاكلين عرفتي مكانها؟ عاوزها حية علشان تدخل قصري. أنا دون ألبرتو دي باليرمو، دراكولا المافيا هنا في إيطاليا وأوروبا كلها، ولازم الكل يتعلم إن اللي يحاول يلعبني هيدفع الثمن غالي وغالي قوي. أوامرك سينيور، هتكون عندك الليلة. طلباتك أوامر. كله بالهدوء هارون سوليمان. اللعب مفتوح بينا بقاله 10 سنين. لو كنت انت هارون سوليمان اللي قالوا عنه سفاح المافيا والعصابات، فما تنساش اني ألبرتو باولو دي باليرمو اللي محير الانتربول في ايطالي وراشا وكل اوروبا. حقيقي انا سقف لك على اللي عملته مع جاكلين مراتي الخاينة الحقيرة، بس الجيم لسه مفتوح بينا. وما تنساش سارة وابنك جوزيف. بيني مولتو بيني هارون. الو، مين بيتكلم في الرقم ده؟ حبي ريتشي، نسيتي صوتي؟ صوت أدون فريد الوراق حبيبتي. عاوز ايه ورق؟ ايه فكرك برشال؟ وحشتيني قوي حبيبتي، وكمان عايز اطمن على صحة وحال حفيدي جوزيف هارون سليمان. فريد، هقفل المكالمة لو ما قلتش عايز ايه. انت اللي عايزة حبي وقلب الدنيا على الخريطة بتاعت إبراهام الله يرحمه، فاكراه؟ عموما مش هضايقك أكتر من كده، أقفل أنا. استنى فريد، بتقول خريطة إبراهام؟ تيجي على أول طيارة عندي علشان نتكلم ونتفق. سارة كبرت ومش هتنفعي خلاص، الأفعى العجوز اتخلعت أنيابها، مبقاش ليها لازمة. ونصيحة، خليكي معايا تكسبي، صدقيني. وراك أي حركة خيانة منك بموتك. هستناكي في نفس الفندق والجناح بتاعنا، فاكرايا ريتشي؟ شالوم فريد. شالوم يا حلوة. ناوي على ايه بابا؟ ناوي ارجع حفيدي بطريقتي يا هارون. ما تركزش انت في موضوع جوزيف، وخليك مركز في المصايب اللي حواليك. عينيك لازم تبقى في وسط راسك. سارة الحقيرة عاوزة تنتقم مني عشان كندا رفضت تسمع كلامها واتجوزتني. ولما ماتت علي جولدن الكلب وسارة خطفت جوزيف ابني. انا فريد حامد الوراق، بروفيسور الاجرام. ولا نسيت ايام زمان ومصر وعزبة الغلوية؟ ما تزعلش اني فكرتك. انا ما بنساش عشان افتكر، ولا خمر الدنيا بتنسيني اللي فات سينيور فريد. انا قايم اعمل مكالمة لكاترينا لانها طلبتني وعاوزة تيجي. ييه، الحية الولية دي انا ما بطيقهاش، دمها بارد ولازقالك من زمان. خلي بالك منها، معلوماتي بتقول انها على علاقة مع باسيليوس. باسيليوس ده حبيبي من زمان قوي. سيبهم هم فاكرين اني مش عارف. عموما ما تقلقش. امال اقلق على مين يا ابن فريد؟ ما علينا، ربنا يسترها. تقصد ايه حبيبي باسيليوس؟ مش فاهم كلامك. لازم نخلص من الاتنين كاتي، ألبرتو وهارون.
ألبرتو طالب رقبتي بعد ما قدرت اخد منه شحنة في امريكا بالاتفاق مع جولدن، بس طلعت ليا الاناكوندا انجلينا سميث، واتفقت مع هارون اللي قوي شوكته قوي، وهارون من مصلحتي يموت واخلص منه. بس أنا سنخة فهمك، علشان تنهي اتفاقك وتبقى انت زعيم المافيا في كولومبيا. مش ده وعد جولدن ليك لو خلصت من واحد فيهم. طبعا حبيبتي، وعشان كده لازم نعمل حاجة نخلي النار تشعلل بين ألبرتو وهارون أكتر من كده. هارون انت عشقته وقريبة منه قوي. زبالي برستو تبرستا، عشقته هو بس. انت عشقت الكل يا حياتي، وكلنا بنموت في بياض التلج اللي مزينك يا أكبر روسية في العالم كله. وبرضه الكل عارف لدعة كاترينا في حرب عصابات. تعجبني باسيلياس، ناويني كاس فودكا، الجو بارد وأنا عاوزة أتدفى. وشغلك الدفاية كمان يا موري، انت تأمري. وضحي كلامك سينيورا سارة. تقصدي ايه ان هارون سوليمان مش يهودي، وانه انت بتقولي كلام خطير؟ يا ترى ده من كراهيتك في هارون؟ اسمعني كويس سنيورا ألبرتو، أنا مش عجوز مخرفة ولا جاي أحكي لك حواديت خيالية عشان نتسلى. اللي بقوله الحقيقة، وأنا عاوزة أساعدك، ومصلحتي إن هارون يموت. أنا فعلا بكرهه لحاجات كتيرة قوي، بس كمان عشان حفيدي عاوزاه يكون إسرائيلي قوي، وهارون مش ساكت. وأنا هديك سر هتهدد بيه هارون سوليمان أو سليم فريد الوراق. عربي؟ مش بس عربي، ده مسلم مصري. فيليو دي بوتا، بتقولي ايه؟ ازاي؟ لازم تبقى حذر يا فريد. الحية سارة أكيد هتكشف سرك وسر هارون لألبرتو علشان يكون في ورقة ضغط. بس الورقة دي يا ترى هتكون مين؟ غلطة عمري لما حكيت لسارة حكايتي، بس كنت لازم أعمل كده. لما هربت وجيت على هنا كان لازم أخليها تثق فيا وأوقعها كمان، بس ما كنتش عامل حساب يوم زي ده. الله ياخدك يا حية في صورة إنسانة، بس عقلية زي سارة الهدف ممكن يكون نورهان الجوهري، بنتك يا فاروق، شركسية، ولا عمر. لا 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 لا، عمر لا. لازم تتصرف يا فريد. طلع من جرابك يا حاوي، طلع أفكارك الجهنمية لأولاد الأبلسة دول. يلا يا فريد، اشتغل زي زمان، زي ما كنت في عزبة الغلوية. الله يسامحك يا فؤاد يا أخويا، كل اللي أنا فيه ده بسببك يا ابن أمي. كرهك ليا وحقدك عشان أبوك عم طه الجوهري كان بيحبني قوي، على الرغم من إن أنا مش ابنه. وزاد كرهك ليا لما عرفت إن أنا بحب نازك بنت عمك، وهي كمان كانت بتحبني. فرقت بينا ورمتني في السجن بتهمة مخدرات لقوها في العيادة عندي
وأنا منها بريء، بسببها اتسجنت 10 سنين ظلم، وانت تتجوز فيهم ناظر ويتكتب ابني الوحيد سليم باسمك. وحشتني أوي يا نازك، مصر كلها وحشتني، وشركسية ورومية. شركسية يا بنت الايه. فريد، مش ممكن، مش قادرة أشوفك محبوس كده قدامي. فريد، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. انسيني يا نازك، أنا محبوس 10 سنين ظلم. فاروق هيجوزني فؤاد أخوك. تتجوزي وفؤاد بالسرعة دي؟ على العموم مبروك يا عروسة. أنا حامل يا فريد، وفؤاد عرف ووافق يتجوزني، وقال لي في النهاية ده ابن أخويا، حتى لو ما كانش شايل اسم أبويا. أنا مظلوم يا نازك، عمري ما كنت ندل. اللي في بطنك ده ابني، وأنا كنت ناوي أتجوزك، بس فريد يا حبيبي، فريد يا اخويا، ازيك فريد؟ فاروق، كده يا اخويا تخرج من السجن وما تقوليش وما تقولش لحد، حتى انا يا اخي. طب ليه كده يا حبيبي؟ احنا مش اهلك وعيلتك؟ ايه ده؟ ايه المكان الغريب اللي انت عايش فيه دوت؟ دي حياتي الجديدة يا اخويا، مرضتش اقولك بميعاد خروجي علشان ما تشيلش همي. انت دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقيت حد جامد قوي في السوق، وانا مش عايز حد يعرف ان ليك اخ رد سجون. فريد، والحمد لله اننا من ام واحدة، بس كل واحد ليه اسم اب غير التاني. لا يا فريد، انت هتفضل اخويا الكبير اللي بحبه ودايما شايفه قصاد عيوني اكبر واحد في الدنيا كلها. اوعى في يوم تقلل من نفسك. انا وانت عارفين السبب كويس جدا، وعارفين مين اللي رماك في السجن. بالمناسبة انت مش عايز تشوف؟ بلاش يا فاروق، مش عايز اشوفه ولا ملامحه تبقى محفورة جوايا. خليه فاكر ان فؤاد يبقى ابوه. انا اللي صعبانة عليا نازك يا فاروق. نازك عايشة ميتة، وانا وعفاف عارفين ده كويس. عارف، ما علينا. سمعت انك خلفت بنتين توأم، نورهان وبسام. 1000 مليون مبروك يا اخويا، يتربوا في عزك وعز عفاف يا رب. الله يبارك فيك يا حبيبي. انت بس طمني عليك يا فريد. انت يا حبيبي مش محتاج اي حاجة. قول لي يا حبيبي، انا اخوك برضو. ما تحرمش منك يا اخويا، خلي بالك من نازك وسليم يا فاروق، وما تقولش مكان لحد. بالحق، سمعت ان ليك منافس في السوق اسمه عبد المجيد الشرنوبي. خلي بالك منه، ده ديب مسعور، وانا سمعت عنه كلام مش تمام. ايوه فعلا، هو واقف قصادي بقاله كام سنة ومش عاوز يسيبني في حالي. عموما يا سيدي، ربك يستر يا فريد. طب يلا بسم الله، اقعد كل معايا. فتحية القادرة اللي هنا من ساعة ما جيت وهي مش مخلياني محتاج اي حاجة. توصية من ابوها المعلم الغندور، زميلي في السجن واللي جيت هنا على حسه. المعلم غندور وفتحية، مين دول يا فريد؟ والله بنحبك يا وراق، ونفسي نحطك جوه عيوني واتكحل عليك، بس انت شاور بس واني نفرشولك الارض ورد وفل.
وربنا انت عسل يا توحة، يا قادرة، يا بنت الغندور. شبيك لبيك، فتحية خدامة تراب رجليك. ما تيجي نتجوز يا فريد، وكفاياك عزوبية. الغلاوية ناسها مش سهلين، بس لو أني معاك وأبويا مش هيقدروا يعملوا حاجة. سيبيها للقسمة والنصيب يا قادرة. بنات اخويا جم تحت ايديك ازاي يا قادرة؟ رد عليا. حرقتوا قلب فاروق بعد ما قعد يستناهم 15 سنة؟ ليه؟ ومين اللي وصاكي تعملي كده؟ رد يا فتحية يا قادرة. براح عليا يا وراق، بالهوا ده مش كده. انت عارف الكار في الغلاوية، وقاري خطف العيال والفدية اللي بناخدوها من الأهالي حلاوة الرجوع. وما كنتش أعرف إنهم ولاد أخوك إلا لما أنت قلت لي دلوقتي. الله، الكلام أخد وعطا. الشرنوبي طلب مني أخطفهم بعد ما المحروس أخوك لسعوا على قفاه وحصروا وخد حتة الأرض اللي كانت مهمة عند الشرنوبي وعيلته، وما كفاهوش، لا ده خسروا مزاد كبير وسمعته بقت في الطين. جالي عبد المجيد وطلب مني أخطف البنتين، وهيدفع لي معلوم عالي قوي. وأنا رتبت أموري وخليت الخدامة اللي عندهم تسلك البنتين، وهم قدامك أمارات. يا ابن لوط يا شرنوبي، طول عمرك ابن طب ناوي على إيه يا حبيبي؟ اسمعي يا فتحية، مش انت كنت عايزة تتجوزيني؟ أنا موافق، بس بشرط. موافقة من غير ما أعرف أني خدمتك وطوعك يا فريد. استبينا، البنتين دول بنات أخويا، ولو قمت رجعتهم يبقى أكيد في محاولة تانية وتالتة من الشرنوبي أو غيره، مش كل مرة تسلم الجرة. العيال بالصدفة وقعوا في إيدي، يبقى لازم يفضلوا معايا، وده لمصلحتهم. وكمان ده طيب أخويا فاروق اللي قعدني. طب بس بشرط يا نور عينيا، إيه؟ أخوك ما يعرفش عن البنتين حاجة. عبد المجيد مش سهل، ولو حس إني ضحكت عليه واستكرهته ممكن يسفرني للآخرة. ده إيده طايلة وله عيون ومحاسيب في كل حتة، وأهل الغلاوية وكباراتها يعرفوه كويس قوي، يعني ممكن يهيجوا عليا ويقتلوني يا فريد. موافق، وهيتكتبوا باسمي في شهادات الميلاد، ونختفي شوية من هنا علشان الدنيا تمشي حلوة، والشرنوبي ما يعرفش إن البروفيسير الوراق هو نفسه فريد أخو فاروق الجهري، وكده تبقى 100 فل و10. إزاي يعني؟ ما بتفهميش؟ بقولك هتغير أساميهم خالص، وهيتكتبوا باسمي واسمك، بدل نورهان تبقى شركسية. ما انت شايفة البت حلوة وجمالها رباني، مخلطة فرنج على مصر، يبقى حلو شركسية. والتانية بيسان اللي برضو زي القمر في ليلة تمامه، نسميها رومية شركسية فريد الوراق، ورومية فريد الوراق، كده حلاوة. وفي بيتها يا فاروق، في بيتها. وماله يا بروفيسور اللي تؤمر بيه. وآخرتها يا فاروق يا ابن عمي، هتفضل قافل على نفسك كده؟ ما ينفعش كده، ده قضاء الله وقدره. مش قادر يا نازك، مش قادر. كلهم في ساعة واحدة يا نازك. البنتين يضيعوا مني في غمضة عين، وعاطف ما تستحملش الصدمة وتموت بالسكتة القلبية بعدهم على طول. مش قادر، مش قادر يا نازك، مش قادر. ده أمر ربنا، ومحدش له في نفسه حاجة، استعوض ربنا فيهم زي ما أنا استعوضت ربنا في فريد من سنين طويلة، واتجوزت غصب عني فؤاد، وجبت سليم، الحاجة الوحيدة اللي مخلياني عايشة ومصرة أكمل. والحمد لله إن اتطلقت منه وبعد عن حياتي.
الحياة بتتعاش يا فاروق رغم قسوتها ومرارتها، بس بنبص للنص المليان اللي فيها. انا اللي غصبت عليكي تتجوزي فؤاد، بس انت عارفه السبب كان ايه؟ كنا لازم ننقذ الموقف. انا اسف طبعا، انا بفتح الموضوع ده تاني، بس انت اللي فتحت الموضوع مش انا. وديكي شايفه اهو، هو بعد عني خالص وما عادش ليه اي علاقه بيكي. وعمري ما هنسى وقفتك معايا يا ابن عمي أبدا. بس فوق فوق بقى عشان خاطري. سليم ما يعرفش أب حقيقي غير بالمناسبه، هو سليم فين؟ في النادي بيتمرن على الفروسية والنيشان. سليم نفسه يطلع ظابط، والحكاية دي معلقة في دماغه. وهيطلع ظابط باذن الله يا ناظك، ما تقلقيش يا بنت عم، انا وراه ومعاه. ده انا خلاص ما عادش ليا وريث غير سليم. ربنا يقدرني اخليه احسن واحد في الدنيا دي كلها. ربنا يخليك لينا يا فاروق. أحيه، العربية اللي بمليون جنيه اتدشدشت، راحت خردة منك لله يا شركسية. انت يا بت وابو القشاش، دي تالت عربية ابوكي يشتريها في ظرف سنة. هو احنا قاعدين على مكنة فلوس لجنابك؟ مالك يا ماما؟ ايه يعني لما دشدش عربية ولا 2 ولا 3؟ ده كان حتة سبق، وبنتك فازت عليهم كلهم. حتى اسألي رومية والواد حسام. رومية بقى تعبت منك ومن مراهناتك والسباقات اللي بتخش فيها. عربيات شوية وخيل شوية وضرب نار شويتين. ايه مالك طايحة كده ليه؟ ايه يا شركسية، ما تركزي شوية بقى، روشتينا يا شيخة منك لله. يا بت انا حطيت صوابع العشرة منك في الشقة، هتركزي امتى يا شركسية بس وتعقلي يا بتي؟ انت لا عاوزة توافقي على اي عريس متقدم لك، ولا عاوزة تشتغلي مع ابوكي، وحسام هو اللي شايل الشغل شيل فوق راسه، ورومية ملهاش في سكة الشغل، مكتفية بالدراسات العالية في كلية الأدب دي. يا ماما اسمها كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية مش الأدب، وشركسية في إدارة أعمال جامعة أمريكية. إيه والله لو قعدتوا تقولوا سنين ما نعرفوا نحفظوها أبدا، وبعدين الأدب فضلوها عن العلم. يا مراري منكم، نهايته البت ملهاش غير بيت جوزها مهما اتعلمته. اترقصي كمان يا شركسية، ده اللي انت فالحة فيه. مالك بس يا توحة، ما تسيبيها تعمل اللي هي عايزاه. وانا عندي كام شركسية ورومية حبايب قلبي. حبيبي يا بابي، ما نتحرمش منك ابدا يا فريد باشا. شفتي يا توحة، اهو ده الكلام. ايدك بقى على 1.5 مليون، تمن عربية جديدة شفتها وعجباني قوي. يا سنة زرقاء، 1.5 مليون يا بت؟ انت ايه بلعت فلوس؟ صدقت والله يا بابي، دي الفلوس بتدوب في ايديها، ما بتلحقش تطير حتى. هات من الاخر يا فريد، هتجيب لي العربية ولا ظروفك ايه؟ ها ما اقدرش اقول لا، بس يا واش ها يا واش يا شركسية، عشان خاطر ابوكي ورومية كمان تنقي عربية جديدة زيك. ربنا يخليك لينا يا رب، يا احن بابا في الدنيا كلها. عم فريد، تعالى يا حسام طمني، اخبار الفوج السياحي ايه؟ كله تمام يا عمي، والله زي الفل. شركة شركسية للسياحة اسمها زي الطبل في السوق. طب تعالى اقعد نتغدوا، تلاقيك على لحم بطنك من الصبح. يلا يا ولا ما تتكسفش. يتكسف؟ ده عبور قشاش في الاكل. ولا يا حسام، البت بتاعتك دي دمها رخم وتقيل بشكل، دي بومة. فلسعها يلا، وخليك مع البت سحر أونطة، والله بتحبك وبتموت فيك كمان. أنا ما بحبهاش يا شركسية، لا هي ولا غيرها. ربنا كبير وعالم بالقلوب بقى. كل يا حسام، ولما تخلص تعالى المكتب عشان نخلص شوية حاجات. حاضر يا عم فريد.
بترفض شيماء بنت سيادة السفير؟ ليه يا سليم؟ البنت تتعيب في ايه؟ ما تحضرنا يا فاروق، تعالى شوف ابن اخوك، انا اعصابي تعبت منه. يا ابني انت ما بقتش صغير، عديت 30 سنة، ايه هتعنس؟ مش عاوز اتجوز يا امي، دي حياتي وانا حر فيها، وبعدين انا متجوز البوليس ومبسوط كده. يا سيدي بس الست والدتك مش مبسوطة كده يا سيادة الرائد، والعبد لله هو اللي فوق دماغه الزن كله، وانت عارف ناظج هانم ولا ناظج السلحدار يا عم. كده يا ابن عمي؟ هي دي وقفتك معايا؟ يا ستي انا بهزر معاكي. يا سليم يا ابني، الجواز ده نص الدين، وانت يا ابني ما عندكش اي عيب ولا حاجة ناقصاك، يبقى ليه بس رافض انك تتجوز؟ يا عمي مش عاوز لسه، ما لقيتش الانسان اللي اكمل معاه حياتي وتفهم تركيبتي المعقده وتستوعب حبي لشغلي قد ايه. لما الاقيها هقول لكم على طول. ها ارتحتوا كده؟ انا خارج. تعالى هنا، رايح فين؟ رايح اجيب الدين من ديله. هكون رايح فين يا ماما؟ النادي، هقابل طارق واركب خيل شويه. يلا سلام. يا ستي سيبيه يا ناظك، يا ستي صدقيني والله لما النصيب هيجيله مش هيعوز اي حاجة. سليم ده راجل وعارف مصلحته كويس. واخد عناد ابو فريد، كان كده صوته من دماغه. ليه يا فاروق؟ ليه يا فاروق لما خرج من السجن ما جاش لينا؟ ليه كان مصر على حرماننا منه؟ ليه رفض يعرف ابنه لما انت عرفت مكانه ورحت ليه؟ عشان كان بيعتبر اللي حصل له ده وصمة عار لينا كلنا. فريد اتشطب من النقابة وبقى عنده سابقة. الله يرحمه فؤاد بقى، احنا عرفنا ان هو كان السبب، فما حبش انه يتعبك اكتر من كده معاه، وما كانش كمان عايز ابنه يستعر منه، ووصاني عليه. بيكلمك يا فاروق؟ تعرف فين أراضيه؟ انا عارف هو فين وبكلمه من وقت للتاني. هو يا ستي مستقر ومتجوز ومخلف يا ناظج. خليك انت بقى يا ستي في دنيتك، خليكي في دنيتك اللي هي سليم، وبلاش تقلبي في اللي فات ملوش لازمة يا ناظج. انت قلتها لي زمان، احسن حاجة الرضا بالنصيب وحكم القدر. حكم القدر يا بنت عمي، وده قدرنا كلنا. معاك حق، معاك حق، الرضا بالنصيب هو الحاجة الوحيدة اللي بتصبرني. والله انا ما بقتش فاهماك بقى يا طارق، انت عاوز ايه بالظبط؟ يظهر كلام شركسية اختي صح؟ يا نهار ازرق، كلام شركسيه؟ صحيح، الشيطان يعز، بتاخدي بكلام شركسيه؟ حرام عليك يا شيخه، وانا بقول مقلوبه ليه؟ من فضلك ما تغلطش في اختي، مش هسمح لك. مالها شركسية؟ عملت لك ايه؟ عملها اسود ومنيل يا شيخه، طوب الارض بيشتكي منها، عامله مشاكل مع الدنيا كلها، عصبيه وعنيده وملهاش لجام. ما تسمعيش ليها يا رومية، انا بحبك ومش قادر اتقدم دلوقتي لابوكي عشان لسه بجهز الشقه. عاوز لما اجي لفريد بيه الوراق ما يستقلش بيا ولا بامي. انا ظابط بس مستواي المادي يعني والحمد لله معقوله، وهي مسطوره، وبعرقي وبشرف بطلع السلم على قدي، ومش عاوز حد يقلل مني. انت فاهم غلط والله، بابا ما فيش احن منه وبيحبنا فوق ما انت تتخيل، وماما ست بسيطة وتعلمها على قدها، بس برضو نفسها تفرح بيا انا وشركسية اختي. تعالى تقدم وصدقني انا معاك يا طارق. انا بحبك والله العظيم، ومش عاوز غيرك من ساعه ما عيوني شافتك اول مره. قلبي اتخطف وراح عندك يا رومية، يا جبنه رومية انتي. قوليلي، هو ابوكي وهو بيختار اساميكوا كان جعان ولا كان بيشتغل في الخارجيه ولا كانت ايه حكايته؟ مين الروم والشركس دول اللي كان بيجاملهم؟ امال ايه يا ابني؟ رومية ملكة روما وايطاليا كلها، وشركسية من محاربين جيش صلاح الدين الايوبي. الله، هو ايه الناس هناك ملمومة على ايه؟ ملمومة هناك عند اسطبل الخيل، يظهر فيه حاجة. ايه ده؟
دي شركسية كمان هناك اهي. سبحان الله، حتى الحصان ما استحملهاش وكفرت سيئاته. تعالي اما نشوف، تعالي. استغفر الله العظيم، انت ما بتسمعيش؟ بقول لك ده حصاني المفضل وانا كل ما باجي هنا بركبه. اختار اي حصان تاني. ده انت انسانه غريبه بجد. حصانك منين؟ كنت طلعت له شهادة ميلاد باسمك ولا مكتوب في القيد العائلي بتاعك؟ أنا حرة أختار الحصان اللي يعجبني ومش هركب إلا ده بقى، وكبرت في دماغي. معلش يا سليم بيه، دي شركسية هانم. شر ايه؟ ودي شوربة فراخ ولا لحم؟ أنا عارفها أكلتها قبل كده وطعمها يقرف. كيري كير كير كير. قرف؟ قصدك الشوربة اللي اتقرفت عشان لسانك دقها. خلي بالك يا شاطر واعرف انت بتكلم مين. انا شركسية بنت فريد الوراق، واوعى بقى من سكتي عشان اركب الحصان. اتفضلي يا شركسية هانم، اركب الحصان. خلي بالك منها يا رعد، ده اسمه. بالتوفيق ليكي. ايه ده؟ الحصان! الحقوني! الحقها يا طارق، الحقها، دي هتقع من فوق الحصان. احسن. حد قال لها تعاند وتركب حصان سليم؟ سليم ارجوك الحقها يا سليم. حاضر. هي دي بقى المحروس اختك؟ ايوه يا سيدي، اختي يا شركسية. امسكي الجمل، حصان جامد يا حبيبتي. وقف يا رعد. وانت انزلي، تعالي ما تخافيش. دي اغمى عليها وسليم شالها. خليها بقى تحرم تعاند. تعالي نشوفها. مستر ويليام جه يا عم فريد، ومعاه جت ميسز سارة واخوها عدنان وميسز راشيل، وهم نازلين في نفس الفندق في شرم وعايزينك تسافر ليهم. طيب تمام، حلو جدا. قول لي بقى يا حسام، اخبار البضاعة الجديدة ايه؟ اتنقلت ومتخزنة، وشكل ميسز سارة عايزة مننا بضاعة بس بكواليتي اعلى المرة دي. سارة دي اخطر واحدة في الجماعة دي يا حسام، عارفة هدفها كويس، وعلشانه ممكن تضحي بأي حد. إبراهام محذرني منها قوي. الله، مالك ياض؟ شكلك عامل زي الفرخة اللي عايزة تبيض ورايحة جاية. ما تتكلم وتقول الكلام المحشور في زورك يا واد، ده أنا اللي مربيك وبفهمك من بصة عينك. ما انت عارف يا عم فريد، شركسية، انت عارف اني بتحبها ورايدها، وانا ملقاش ليها احسن منك. بس البت مش واخدة بالها منك، بتعتبرك اخوها. يا واد انا مربيك من بعد ما ابوك ما مات وامك حصلته بعد كده. وانت والله ابويا ولحم كتافي كله من خيرك، وشركسية ورومية دول امانة في رقبتي لاخر يوم في عمري والله يا عمي. بس القلوب مش بايدينا. انا بحب شركسية من واحنا عيال صغيرين. كنت كل ما اشوفها تمسك المسدس عشان النشان قلبي يقع في رجلي رعب، اتعور نفسها. ولما انت اصريت تعلمها فنون قتالية وسباحة وحاجات كتير كده، انا مش فاهم ليه كنت برضو بخاف عليها قوي اكتر من رومية. ولما كبرت عرفت ليه. انا قصدت اعلم البنتين كل ده علشان يعرفوا يدافعوا عن نفسهم من اي حاجة، بس رومية قلبها طلع خفيف، لكن التانية بنت عفريتة طلعالي. انا كنت كده من صغري، وهي زيي قلبها ميت، وعلشان كده ما يتخافش عليها، تسلك في الحديد، وعارف مشاعرك من ناحيتها. بس زي ما قلت، القلوب مش في ايدينا، سيبها لله، لو ليك نصيب فيها هتاخدها.
ونعم بالله يا عم فريد. اروح انا اكمل بقية الشغل. روح يا ابني، لما نشوف اخرتها مع شطحاتك يا بنت فاروق ربنا يسترها. بجد كلامك ده يا رمية؟ اه والله يا ماما، دي هتفرقع منه من ساعتها، وعمالة تسب وتلعن في اللي جابوه وتقول هوريه سليم الجوهري ده يعني ايه ظابط على نفسه مش على شركسية. أحسن، طلع لها واحد يكسر شوكتها ما حدش قادر عليها، وكله من دلع ابوك فيها، عيارها فلت خلاص. ماما حبيبتي، كلمتي بابا في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ قصدك موضوع الضابط اللي عاوز يتقدم لك؟ اصبري عليا شوية يا رمية، ابوك اليومين دول مش رايق، يروق بس ولا فتحه في الموضوع. انت رايدة الجدع ده؟ طارق راجل بجد وبيحبني وانا كمان بحبه. حاضر يا بنت قلبي. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رب، بحبك قوي. انا هقوم اتصل بقى بشركسية طمن عليها، سافرت يا ستي مع اصحابها الساحل وبتقول هتقعد كام يوم كده عشان طلعت في دماغهم يعملوا سباق بالجيت سكي. احي، وصلنا للبحر كمان؟ ده في حوادث غرق كتير سامعة عنها هناك، سترك يا رب. لا، انا هكلم ابوكي بقى نشوف له صرفة منك لله يا شركسية، مش هحتفى قلبي عليكي. الو، ايوه يا فريد، البت سافرت مع اصحابها الساحل يتسابوا في البحر. ايوه اتصرف بقى. انا بحلم والله صاحي؟ معقول انت واقفه قدامي؟ أنا بشحم ولحم يا فريد، خبيت عني مكانك سنين، لكن قلبي عمل زي إزيز لما كانت بتدور على أوزوريس لحد ما لقيته وجمعت أجزائه وما نسيتش، وأنا قلبي اللي دلني وجابني لحد عندك يا فريد. وحشتيني قوي يا نازك، قوي وحشتيني فوق ما تتخيلي. عشان كده بعدت عني، سبتني لوحدي أواجه الدنيا من غيرك، سبتني الحيوان زي فؤاد يعذب فيا سنين لحد ما راح وغر في داهية. وحشني حضنك قوي يا نازك قوي. سبتك غصب عني علشان ما كانش ينفع أظهر في حياتك ولا حياته. اتحملت الفراق عشان انتوا تبقوا كويسين. طمنيني عليكم. ابنك كبر وبقى ظابط قد الدنيا، مش عاوز تشوفه يا فريد؟ لا، علشان ما تواجهش اكتر من كده، خليه عايش في دنيته. ده الحلم اللي حلمنا بيه سوا يا نازك. سليم، عرفت انك متجوز وخلفت بنتين. بقى عندي شركسية ورمية متخرجين من الجامعة دلوقتي. تشربي ايه يا نازك؟ شربت المر والصبار سنين طويلة وانا بعيد عنك، هشرب ايه تاني يا فريد؟ ما بتكبريش يا نازك، وشك لسه قمر زي ما هو، كأنك بنت 20. ولا انت كبرت يا فريد، ملامحك زي ما هي جميلة، وعيونك اللي بشوف فيهم الشرق وليله والغرب وسحره الو، ايوه يا حسام. عمي الحقني يا عمي، شركسية غرقت. ايه؟ بنتي الشركسية؟ في ايه يا فريد؟ طارق، سليم، هو انتوا هنا؟ شركسية فين؟ الحمد لله يا رومية، سليم لحقها. كانت فعلا هتغرق لما وقعت من الجيت سكي في منطقة غويطة قوي والسحب فيها جامد، بس ربنا سترها الحمد لله.
احنا هنا كنا في مأمورية مطلوبة مننا، ولحسن حظها كنت انا وسليم في الشط اللي كانت السباق فيه، وانا لمحتها من بعيد لانها كانت بتجري بجنان وبتقفل على اصحابها اللي كانوا بيسابقوها. انا قلقت خصوصا ان الموج عالي قوي، المنطقة دي غريق، ويظهر ان كان في رهان كبير والسباق سخن. سليم فهم الموضوع على فكرة بسرعة قوي، ولقيته نزل في اللانش وانقذها لما وقعت واصحابها كانوا مشغولين في السباق. ربنا ستر كمان ان محدش خبطها بالجيت سكي اللي كان السباق شغال، وهي اصلا كانت بتغرق. ايوه وصلت في التوقيت المناسب لانها فعلا غطست، والحمد لله انا لحقتها. على فكره اختك دي متهوره رومية، اختك فين؟ ده الرائد سليم الجهري يا بابا. عمه يبقى فاروق الجهري، صاحب شركة المصوغات المعروفة وصاحب شركات استثمار عقاري كبيرة. وده الرائد، انا الرائد طارق زهران يا فندم، صديق مقرب للانسه الروميه والانسه شركسيه. اهلا يا ولاد. بابا على فكرة سيادة الرائد سليم هو اللي أنقذ شركسية أختي. كتر خيرك يا ابني، جميلك فوق راسي. انا ما عملتش حاجه، الحمد لله على سلامتها. عن اذنكم، يلا يا طارق. فريد مالك يا اخويا متنح كده ليه؟ الدكتور خرج اهو، تعال نطمن على شركسية. ها؟ خير يا دكتور، الشركسية بنتي عاملة ايه؟ الو حبيبي فريد، اشتقت لك كتير. مالك ما جيتش الميعاد ليه؟ انا مستنياك. اوه بنتك شركس؟ اوه لا الف سلامة. طب هي كويس دلوقتي؟ اوكي خلاص هنستناك بكرة. شاو. ايه ماله ادون فريد؟ بنته كانت هتغرق في بحر، بس هو كويس دلوقتي. شكلك مهتمة بفريد راشيل. اكيد سارة، فريد مش شخصية عادية، وعنده تفكير وتخطيط لكل حاجة بطريقة تخلي اي واحدة تنبهر بيه. بس خلي بالك فريد في النهاية مصري وعربي كمان. حقيقي هو متعاون معانا، بس المصريين دول فظاع عزيزتي في حاجات كتيرة، واحنا بس اللي فاهمين قيمة العقل والقوة بتاعتهم. عشان كده كان لازم أخلي كندا بنتي تبعد عن الضابط المصري اللي تعرفت عليه في شرم وحبته كتير، مع إني حذرتها. تفتكري كندا هتقدر؟ هتنساه وهتكمل شغلنا، وهقنعها بكده. ما تقلقيش راشيل. شالوم. واخرتها يا وراق البنات عرفوا طريق البوليس. رومية غرقانة لشوشتها في طارق، وطلبت مني أكلمك، وأنا عمالة أمطوح فيها يمين وشمال. وشركسية أهي ظابط أنقذها وشكله واقع فيها. الكلام ده ما ينفعش عشان شغلنا. عارف، وده اللي مخليني مش عارف أكسر بخاطر البنات، بس ما باليد حيلة. بصي، في صفقة لازم تتم مع سارة والجماعة، بنرتب لها كام تمثال صغيرين كده، بس ايه فيهم الزبد. بعدها هاخدك واخدهم ونخلع بره البلد. كفاية كده، وحسام يمسك الشغل هنا، اهو متودك وفاهم. قلبي مش مطمن. شركسية من ساعة ما خرجنا من المستشفى ورجعنا وهي أحوالها متغيرة، بقت تقعد في البيت كتير وساكتة، وحسها متوترة كده. أنا خايفة عليها. ما تكونش يا أخويا اتلبست من عفريت في المية؟ عفريت؟ عفريت لما يبقى ينططك يا ولية، انت اتجننتي. شكلها اتلبست، بس مش من عفريت، من بني آدم. ربنا يسترها بقى. ما تخافش يا راب،
انا جايه ليك عشان اديك السكر. عارفه ان ليك صاحب وكنت هتوقعني عشانه يا جميل، وعلشان ما تزعلش اوعدك اني خلاص مش هتعدى على اي حاجه مش بتاعتي ولا بتاعت حد تاني. سامحني بقى وخد السكر من ايدي، ما تخافش. دي اول مره ياخد حاجه من ايد حد غيري. طب جميل، شكلكم هتبقوا صحاب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا سياده الرائي، ومتشكره بجد لانقاذك حياتي. المره الكام يا مجنونه؟ حد يتهور ويتسابق في الميه وفي المكان العميق ده؟ انت جريئه قوي وشكلك مديها الطناشه شركسيه. وانت كمان شكلك قلبك ميت ومضحي عشان اللي حواليك. طلعت حنين على عكس بصة عيونك اللي زي البحر اللي كنت هغرق فيه. طب تحبي ناخد درينك مع بعض ونتكلم؟ عاوز اعرفك اكتر لو ده مش هيضايق، وعاوز اعرف مين الشقية الجريئة العنيدة ودماغ ناشفة واللي مجننة الكل دي. وبجننك انت كمان. انا اللي عندي علاجها. ايه رأيك؟ طيب اما نشوف، يلا بينا. اتفضلي. ايه انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا سليم؟ انت عاوز تتجوز بنت مين؟ مالك يا ماما؟ بقولك عاوز اتجوز شركسية بنت فريد الوراق. ده صاحب شركات سياحة ورجل اعمال معروف، وعمي ممكن يكون عارفه. مش كده يا عم فاروق؟ ايوه طبعا عارفه يا ابني، عارفه. اهدي بس يا ناظج، انت اهدي شويه كده. هو يا حبيبي عنده بنات في سن الجواز؟ ايوه، بنتين توأم لسه متخرجين من الكليه من سنتين، يعني حلوين قوي، شركسيه وروميه. انا مش ممكن اوافق على الجوازه دي على جثتي. ليه؟ تعرفي حاجه ما اعرفهاش؟ يا حبيبي يا حبيبي، امك ما تقصدش، قصدها يعني انها كان نفسها تجوزك بنت صاحبتها زي ما انت فاهم يعني. ده على اساس ان قطعه شطرنج ولا بنت؟ ده حتى البنات لهم حريه الاختيار. ماما، انا بحب شركسيه وهي كمان بتحبني، وروميه بتحب طارق، وعاوزين نطلب ايديهم. ها يا عم فاروق، قلت ايه؟ ده طارق. ايوه يا طارق، اخبارك ايه؟ في ايه مالك؟ فريد الوراق اتقبض عليه وهو بيهرب شحنة آثار من البلد. فريد الوراق طلع تاجر آثار. ايه؟ فريد الوراق تاجر آثار؟ في ايه يا سليم؟ ايه اللي حصل لفريد يا ابني؟ رد عليا، في ايه اللي حصل لفريد؟ عشان كده كان بيماطل في موضوعي أنا ورمية، والتهم ثابتة عليه، وطلع عنده أكاديمية للإجرام، والست فتحية الطيبة الغلبانة طلعت دراعه اليمين، متورطة في حاجات زيه بالظبط. النائب العام أصدر قرار بالتحفظ على جميع أملاكه وأملاك مراته. طب شركسية ورومية؟ اللي عرفته إنه كان شايل لكل واحدة فيهم مبلغ خاص، ده غير الذهب والألماظ، يعني يقدروا يعيشوا مرتاحين. حسام اللي كانوا بيقولوا عليه أخوهم فص ملح وداب، محدش لاقيه، بس هو مش مهتم في حاجة. هنعمل ايه يا سليم؟ رومية واخدة موقف في كل حاجة، وعندها صدمة كبيرة، وشركسية بتحاول تتماسك بس حالتها وحشة جدا. سليم، احنا هنتخلى عنهم؟ لا طبعا. والأقرب يا سليم إني عرفت إن عمي فاروق وناظج هانم زاروا فريد الوراق في السجن. ايه؟ طب ازاي؟ سليم تعالى بس، رايح فين؟ سليم. بقية الاتفاق سينيورا سارة، حقيقي يا عم فريد اتقبض عليه مع مستر ويليام، وانت قدرت تسافري مع راشيل في الوقت المناسب، وعمي كان عامل حسابه وحاسس بالخطر، عشان كده خلاني اسافر قبلكم ومعايا الجزء الاكبر من البضاعة. ها، فين بقية المبلغ؟
وانت هتعمل ايه بالفلوس حسام؟ ده ما يخصكيش سنيورة سارة. معك حق، أشوف البضاعة الأول حبيبي. تمام حسام، أنت حقيقي تربية فرد الوراق. وليا الشرف. وبالمناسبة بقية مصالحنا ماشية، ما تقلقيش، زي ما عمي فريد كان عاوز بالظبط. حقيقي شركسية ورمية ما طلعوش ولاد فرد. أيوة دي الحقيقة، دول ولاد أخوه فاروق الجوهري، أخوه من أمه، واتخطفوا وهم صغيرين وهو أنقذهم. الكلام ده اللي فتحية قالته في التحقيق. مش سهل فرد الوراق، وأنا متأكدة إني هشوفه قريب قوي. شالوم حسام. شالوم سنيورة سارة. ايوه يا ابني، ايوه يا سليم، هي دي الحقيقه. فريد يبقى اخويا الكبير من امي، شكرة هانم عثمان وشركسيه وروميه دول يا ابني بناتي نورهان وبيسان. لما اتخطفوا يا ابني انا كنت هموت. بعد كده عرفت ان فريد اخدهم عشان ينقذهم من ايد الكلب اللي اسمه عبد المجيد الشرنوبي. قابلت فريد وطلب مني عشان مصلحة البنات انهم يكونوا معاه يا ابني، لانه عارف ان عبد المجيد الشرنوبي هيكرر الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة. هم دول كانوا نقطة ضعف في السوق. اخويا وفى بوعده يا ابني، وانا ربيت. استغفر الله العظيم يا رب. وانت ربيت ابنه الغير شرعي، مش كده يا عمي؟ سليم، أنا ابن فريد الوراق مش فؤاد الجوهري. أنا شكيت في حاجات كتير، رعشة صوتك لما عرفت إن عاوز أخطب شركسية، ولما أغمى عليك لما عرفت إن فريد اتقبض عليه، ده غير زيارة عمي ليه وإنت معاه، وكمان الشبه الكبير اللي بيني وبينه. كل ده يخليني أفهم هو مين. بس ليه عملت كده أنت؟ غلطة في لحظة ضعف وطيش، وكنا هنتجوز، فرحنا كان قرب، لولا مؤامرة فؤاد الحقير عشان يدخله السجن ظلم ويضيع مستقبله ويتجوزني وكتبك باسمه. عشت معاه أسود أيام عمري لحد ما ربنا خده، وعمك أهو قدامك تقدر تسأله. اهدى يا سليم يا ابني، أنا عارف إن الموضوع ده صعب عليك، بس يا ابني في حاجات في حياتنا ما بيكونش لينا دخل فيها. ده قدر يا ابني، قدرك إنك تكون ابن فريد. فريد المجرم البروفيسور، يعني أكون راجل مهمته تحقيق العدالة وأبوه هربان من العدالة؟ فريد الوراق قدر يهرب من السجن، بس عهد عليا أنا اللي بإيدي دي هرجعه تاني السجن. لا يا ابني، لا، البنات ولاده وولاد عمك يا ابني، ما لهمش أي ذنب. شركسية هتضيع، شركسية بنت عمك يا ابني، عمك فاروق. رفضت تتكلم معايا من ساعة اللي حصل، وطارق بيحاول يتكلم مع رمية ووصلوا الحل. الكلام ده عرفته من أسبوعين وما أعرفش حاجة تانية. لازم تلحقها يا ابني، لازم يا سليم يا ابني. شركسية بنتي ملمومة على شلة ضايعة، بيشربوا مدمنين. شركسية بنت عمك هتضيع، أنا مش عارف هتوصل لفين. دي اتخانقت مع أختها وسابت البيت بقالها 3 أيام. أنا مش هسيب رمية لوحدها يا ابني. بص، أنا هجيب رمية هنا، المهم أنت تلاقي شركسية وتجيبها، انقذها من الضياع يا ابني. بتقول إيه؟ هجيبها هنا حتى لو كتفتها، تبقى مصيبة لو أدمنت. البنت معذورة، كل حاجة انهارت من حواليها مرة واحدة. هاتها يا سليم، محدش هيقدر عليها غيرك. الليلة هتكون عندك يا عم فاروق، اطمن. الو حسام، عاش من سمع صوتك يا واد.
فينك وفين اراضيك دلوقتي؟ عم فريد، ياه وحشتني يا عمي. انا رجعت مصر بعد ما انت خلعت منها ب5 سنين، وعملت كده حتة شركة سياحة، والحمد لله الاشياء معدن. اتجوزت ومعايا شركسية وفريد. فكر خير يا حسام. بقول لك ايه، عايزك تجي لي شرم الشيخ. انا هكون موجود هناك باسم سينيور جوفاني بابا دوغلوس. احلى بابا دوغلوس في الدنيا. عناية يا عمي، طلباتك اوامر. بس بقول لك ايه يا سينيور، حاسس ان الموضوع ده كبير وفيه هنا. يا واد بطل لماضة، بطل صياعة على البروفيسير. ماشي، لما اشوفك يا حسام. سلام. اللعب بدأ يا سارة، وهتشوفي انت وألبرتو. ربنا يستر على اللي انا خايف منه. معقولة كل دي أسرار عن هارون سوليمان؟ يعني هو فاقد الذاكرة وما يعرفش إنه مصري وظابط كمان؟ وكندا بنتك لما شافته في إيطالي وحصلت له الحادثة قدرت تقنعه إنه يهودي وتخليه يمسك شغل المافيا؟ حقيقي طالعة لمامتها شاطرة. دي سالوتي سينيورا. وأنا لحد اللحظة دي أشك إن عقلية زي عقلية سليم الوراق يكون فاقد ذاكرة، خاصة والثعلب العجوز فريد الوراق مرافقه على طول زي ظله. بيني عاوزة ايه سارة؟ وليه قلبت دماغي بقصة هارون سوليمان؟ لو عاوز تنتقم يبقى انتقامك يكون في شركسية أو نورهان فاروق الجوهري، سيدة الأعمال اللي بارزة على الساحة، أو عمر ابن سليم نفسه. وأتمنى إنك تقضي عليه سينيور ألبرتو. أنا كده أبقى جبتلك كل نقط ضعف هارون لحد عندك، والباقي عليك بقى. سالوتي مي امور سارة. وبكده فلترقد الشركسية في سلام، وهي اللي هتكون إعصار الغضب والموت بلا رحمة لهارون سوليمان، واللي هيكون قريب قوي.